هو النرجسي بيحب ولاده؟ لما اتكلمنا عن النرجسي وتعدد العلاقات وعينه زايغة وهو ليه بيعمل كده وإيه السبب، تعليقات كتير كانت من نوع بيقهر ولاده بيحرم ولاده. كانت تعليقات صعبة جدا، كان لازم أقف عندها وأعمل الفيديو ده. هو النرجسي ممكن يقهر ولاده؟ أيوه، ده ممكن يحصل وبمنتهى القسوة، لأن النرجسي ما بيشوفش أولاده كبشر ليهم مشاعر، هو شايفهم امتداد ليه أو أدوات يحقق بيها أهدافه. طب إزاي بيعمل كده؟ النرجسي بيقسم ولاده من مبدأ فرق تسد، عنده دايما الجولدن تشايلد أو الطفل الذهبي، ده اللي بيسمع الكلام وبيمجد في باباه فبيديله اهتمام عشان يذل بيه إخواته التانيين. وطفل تاني بيكون كبش الفدا، ده الطفل اللي شخصيته قوية وبيعترض على السيطرة دي فبيتحول لشماعة لكل فشل الأب، يقهره، يقلل منه، ويحسسه إنه السبب في نكد البيت. تخيلوا إن في أب ممكن ينافس ولاده. النرجسي بيغير من نجاح ولاده أو حب الناس ليهم، لو لقى الأم مهتمة بالولاد يقهرهم عشان يسحب الاهتمام لنفسه، أو يقلل من إنجازاتهم عشان يفضل هو البطل الوحيد في الصورة. كل ده كوم، والابتزاز العاطفي كوم تاني. النرجسي دايما بيستخدم ولاده كأداة ضغط على الأم، يقسى عليهم عشان يكسر قلبها، يحرمهم من المصاريف واللبس عشان يجبرها تنفذ طلباته. وأحيانا بيكون قهر جسدي، ويا ريتها تيجي على القهر الجسدي بس، ده قهر حرمان وانعدام أمان عند الأولاد. ويدخل بقى في تشويه صورة الأم قدام ولاده، طول الوقت يقول لهم هي مجنونة، هي اللي مقصرة، هي السبب في اللي البيت فيه، ويبدأ يزرع جواهم كره ليها عشان يفضل هو المسيطر الوحيد على عقولهم. الوجع كبير، والشرخ اللي بيسببه في نفسية الأولاد بيعيش معاهم العمر كله. طب تعملي ايه لو انتي الأم وشايفة أولادك بيحصل لهم كده قدام عينيكي؟ لا، مش هسيبكم. في الفيديو الجاي هقولك ازاي تبقي درع الحماية لأولادك حتى لو مضطرة تكملي تعيشي معاه.